السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة اللي جاية لي. السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت عندي 18 سنة. من وأنا صغيرة كنت شاطرة جدا في الدراسة، كنت دايما الأولى في الفصل، والمدرسة كلها كانت فخورة بيا. بس بعد ما خلصت الثانوية العامة حصل تغيير غريب. النهار كله نوم والليل كله انترنت، السوشيال ميديا، فيديوهات ألعاب، دردشات، ساعات تمر من غير ما أحس. كنت بقول لنفسي لسه قدامك وقت، بكرة هبدأ، لكن بكرة عمره ما جه. الروتين اليومي بقي كده: أصحى الساعة 12 الظهر، أكل بسرعة، أفتح الموبايل وأقعد طول النهار عليه. الوقت يعدي والشمس تروح وأنا لسه مكاني ما اتحركتش. الوقت يعدي والشمس تروح وأنا لسه مكاني ما اتحركتش. حتى الأكل والشرب بقيت أعمله بسرعة وكل وقت ضايع. الصدمة الحقيقية جات لما شفت زمايلي، ناس بدأت شغل، ناس مسافرة، ناس بتتعلم حاجات جديدة، وناس بتحقق نجاحات صغيرة لكنها مهمة. وأنا مكاني نفس المكان، ضايعة في الإنترنت وأحلامي كلها واقفة. أوقات كنت أقعد أبص في المراية وأبكي، حاسة إن العمر بيجري مني وكل ثانية ضايعة ما بترجعش. أحلامي اللي كنت فاكرة إنها سهلة قبل كده بقيت صعبة جدا، والكسل سرع ضياعها. أكتر حاجة كانت بتوجعني لما أتكلم مع أصحابي عن خططهم وأنا مش قادر أجاوب، كنت بس أضحك وأقول تمام، مبسوطين. جوايا شعور بالفشل الذاتي. دلوقتي نفسي أرجع أنظم يومي، أرجع أذاكر، أتعلم، أعمل حاجات تفيدني، لكن الندم على الوقت اللي فات جوايا تقيل جدا. حاسة إن كل لحظة ضاعت كانت فرصة ضاعت. حلمي ضاع ومستقبلي ضاع. عبد الرحمن، سؤالي ليك: ازاي اقدر ابدأ من جديد بعد الكسل ده؟ وازاي اقدر استفيد من الوقت اللي ضاع بدل ما احس بالندم طول حياتي؟ بص، انا عايز اقولك ما تزعليش. انت اهم حاجة ترجعي تركزي في دراستك، وترجعي تركزي في مستقبلك، وتتفوقي زي الاول، وتبعدي عن الحاجات اللي بتضيع وقتك، ألا وهي التليفون. ابعدي عن التليفون، وابعدي عن الكمبيوتر، وابعدي عن أي حاجة بتضيع وقتك. ابعدي عن التليفون اللي بيضيع وقتك. يعني فهماني؟ انتي ارجعي لنظامك الأولاني، وابعدي عن التليفون، وركزي في حياتك، ذاكري وشدي حيلك، وركزي في مستقبلك، وحاولي انك ما تركزيش في اي حاجة تشتتك عن المذاكرة، او ما تركزيش في اي حاجة تشتتك وتبعدك عن دراستك ومستقبلك. تمام؟ انت اهم حاجة ان يبقى عندك عزيمة وارادة، وطول ما انت عندك عزيمة وارادة هتقدري ترجعي زي الاول واحسن. شدي حيلك، وقربي من ربنا، وصلي واقرأ قرآن، واشغلي نفسك بالحاجات المفيدة. ذاكري، اقري قرآن، صلي، ادعي ربنا انك تتوفقي في حياتك، ادعي ربنا انك تكوني احسن من الاول. الجئي لربنا، قولي يا رب، يا رب قويني، يا رب ارجع زي الاول واحسن. ادعي ربنا، وان شاء الله باذن الله تعالى تبقي احسن من الاول. بس اهم حاجة ابعدي عن التليفون، وبلاش تضيعي وقت. ذاكري وركزي في مستقبلك. سؤالك: ازاي اقدر ابدا من جديد بعد الكسل ده؟ عادي تقدري تبدا من جديد، بس اهم حاجه يكون عندك عزيمه واراده. اهم حاجه يبقى عندك عزيمه واراده. طول ما انت عندك عزيمه واراده هتقدري تبداي من جديد. تبداي من جديد. ان شاء الله هتقدري تبداي، وان شاء الله تكوني احسن من الاول، وترجعي تتفوقي زي الاول. سؤالك الثاني: وازاي اقدر استفيد من الوقت اللي ضاع بدل ما احس بالندم طول حياتي؟ استفيدي من الوقت اللي ضاع انه دمرك. استفيدي من الوقت اللي ضاع انه ضيع عليكي حاجات كتير. خلي الماضي دروس،
مستفيدة للحاضر. استفيدي من الوقت اللي ضيعتيه، ومن النهاردة ما تضيعيش أي وقت تاني. ركزي في دراستك، وركزي في مستقبلك، وركزي في أي حاجة تبني مستقبلك. ركزي في حياتك، وركزي في مستقبلك، وركزي في دراستك. استفيدي من الوقت اللي ضيعتيه، انه ضيع عليكي احلام كتيرة، وصعب عليكي احلامك، وضيع فرص كتيرة. وزمايلك دلوقتي اللي في سنك بيشتغلوا زي ما انت كاتبالي في الرسالة، وانت زعلانة طبعا. ما تزعليش، ان شاء الله باذن الله تعالى انت هتكوني احسن منهم. ركزي في مستقبلك، ما تضيعيش وقت. ذاكري، خلي عندك عزيمة واصرار، وخلي الحاجات اللي حصلت في الماضي دروس تستفيدي منها في المستقبل اللي هو انت بتعيشيه دلوقتي. ذاكري وركزي في مستقبلك، وقربي من ربنا، وصلي وادعي ربنا كتير ان ربنا يخليكي احسن من الاول، وتبقي ناجحة ومتفوقة زي الاول واحسن. واتمنى اني اكون قدرت افيدك، ونشوفكم في حلقة جديدة، والى اللقاء.